هل يغير لامين يامال جنسيته الرياضية؟ ثغرة قانونية تفتح الباب أمام المغرب. عاد ملف مستقبل لامين يامال الدولي ليشعل الجدل من جديد في إسبانيا والمغرب، بعدما ظهرت تقارير إعلامية تلمح إلى وجود ثغرة قانونية داخل لوائح الفيفا قد تسمح للنجم الشاب بتغيير جنسيته الرياضية رغم مشاركته في كأس الأمم الأوروبية الماضية مع منتخب إسبانيا. منذ ظهوره الأول مع لاروخا كان يقال أن ملف لامين يامال انتهى نهائيا، وأنه أصبح لاعبا لإسبانيا 100%، ولا يحق له تمثيل المغرب بحكم القوانين التي تمنع تغيير الجنسية بعد خوض 3 مباريات رسمية مع المنتخب. لكن ما حدث مؤخرا قلب المعطيات رأسا على عقب، ثغرة قانونية مفاجئة. بحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن خبراء القانون الرياضي أشاروا إلى وجود مادة في قوانين الفيفا تسمح للاعب الذي لم يتجاوز 21 عاما بتغيير جنسيته الرياضية إذا أثبت أنه تعرض لضغط خارجي أو تأثر بقرار غير ناضج عند اختياره الأول. وتشير نفس المصادر إلى أن الجدل القائم حاليا هو ما إذا كانت مباريات لامين يامال في يورو 2024 تندرج ضمن المباريات غير القاطعة نهائيا لحق تغيير الجنسية، خصوصا أنها كانت قبل أن يبلغ 18 سنة. ضغوط وإهانات عنصر جديد يدخل النقاش. الأمر لم يتوقف هنا، فقد أكدت تقارير إعلامية أن عائلة لامين يامال غاضبة بشدة من الإهانات العنصرية التي تعرض لها اللاعب في عدة ملاعب من إسبانيا، إضافة إلى استهدافه المتكرر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتقول هذه المصادر أن المحيط القريب من اللاعب بدأ فعلا يطرح سؤالا صريحا: هل يناسب لامين الاستمرار مع منتخبه لا يحميه ولا يدعمه؟ كما أن تاريخ والده المغربي وأصله الذي يفخر به اللاعب قد يجعلان مسألة العودة مطروحة نظريا حتى لو كانت معقدة قانونيا. هل يملك المغرب فرصة حقيقية؟ من الناحية الواقعية تظل إمكانية تغيير الجنسية صعبة جدا، لكن ليست مستحيلة، فالقانون الرياضي عرف سابقا حالة استثنائية. كما أن التطور المستمر لملفات مكافحة العنصرية قد يمنح لامين سببا قانونيا قويا لإعادة النظر في مستقبله الدولي. خلاصة الخبر لا يعني أن لامين يامال في طريقه لارتداء قميص المغرب قريبا، لكن عكس ما كان يقال سابقا، القضية ليست مغلقة كما يظن الكثيرون. هناك ثغرات، وهناك ضغوط، وهناك غضب داخل عائلة اللاعب، وكل شيء قد يتغير في السنوات القليلة المقبلة قبل بلوغه 21 عاما. ووسط كل هذا الجدل يبقى لامين يامال في النهاية مجرد شاب عمره 18 سنة يعيش ضغطا كبيرا لا يتحمله حتى لاعب مخضرم بين بلده الذي ولد فيه وبلد والده الذي يجري في دمه، وبين جماهير تصفق له وأخرى تهاجمه بلا رحمة. يقف لامين اليوم في مفترق طرق صعب تكبر فيه المسؤولية ويضيع فيه صوت القلب، ومهما كان قراره في المستقبل سيظل السؤال المطروح: هل سيختار لامين يامال المكان الذي يحميه أم سيبقى في المكان الذي جرحه؟ الأيام وحدها ستكشف، لكن المؤكد أن هذا الملف لم ينتهي بعد، وأن مسيرة هذا الفتى الموهوب قد تحمل مفاجآت لا يتوقعها أحد.